السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين الكرام. غادي نهضر في هذا الموضوع هذا على هشام عبود والحقيقة الحقيقة الراسبة اللي هي كيفاش وقع لهشام عبود، واش وقع لهشام العبود منين خرج من بلجيكا، من المطار ديال بلجيكا الى حتى يعني الامن الاسباني يعني حرو من ذاك الاعتقال او من ذاك الاختطاف. المهم الواقع بالله هشام عبود نهار الخميس في العشيه شد الطياره من بلجيكا من بروكسل الى مطار برات هنا في برشلونه في اسبانيا. اذا منين وصل في مطار برات عيط للزوجه ديالو وقال له ودي راني وصلت، راني دابا خارج من المطار باش نشد الطاكسي. وهو فين كان غادي عند واحد الراجل يعني اللي هو جزائري معروف ولا ما عرفتش شنو هو، يعني شي شخصيه في الجزائر، وعطاه واحد العنوان باش يجي عنده لواحد الشارع راقي في برشلونه، يعني واحد الشارع راقي بزاف في برشلونه. اذا هشام عبود شد الطاكسي ومشى لذاك الشارع وعنده ذاك العنوان في يدو، يعني ذاك لادريس عنده، يقلب على لادريس ديال الدار اللي عطاه ذاك السيد باش يمشي عنده. هشام عبود وصل مع ذاك جويل 11، كان في ذاك 11 ونص ديال الليل، فاش كان في ذاك الشارع، واش وصل ذاك الشارع وكيقلب على ذاك العنوان وما ذاك العنوان ما لقاش، يعني كاع ذاك الديريكسيون ولا ذاك العنوان ما لقاش في ذاك الشارع. اذا هشام عبود بدا كيسول الناس على هذاك العنوان اللي عنده، واش تعرف هذا العنوان، واش هذا، حتى واحد ما عرف ذاك العنوان. في واحد الوقت وهي توقف واحد الطوموبيل وخرجوا منها 3 ديال الرجال، يعني مغطين راسهم بالقمامه ولا ما عرفت كيعيطوا لها، خرجوا له شدوه دخلوه بزز عليه الطوموبيل وخا بدا كيغوت. ذاك الناس بعد ذاك 11 ونص ديال الليل كيكونوا شويه الناس، ذاك الناس اللي كانوا تما شافوه شدوه بعدا يعني العنوان ديال الطوموبيل، اسم الطوموبيل، الماتريكولا ديال الطوموبيل، وهربوا به مشاو. اذا ما وقفوش الى حتى هربوا به، قلت لك، لانه هو كان غير بوحدو كيسول في ذاك الشارع، من ما لقاش هو بنفسه يعني العنوان، بدا كيسول الناس واش عرفوا هذا العنوان، واش عرفوا العنوان. اذا انت شي واحد ما عرف ذاك العنوان لانه ما موجودش، كاين الشارع اسم الشارع واخا، ولكن النمره ديال الدار وداك الشيء ما كايناش. المهم هربوا به، ما وقفوا الى حتى لواحد يعني واحد المنطقه تقريبا الاشبيليه، وهذيك الفيلاج بحال فيلاج واحد المدينه صغيره قريبه الاشبيليه، بين برشلونه وهذيك الفيلاج ولا مدينه صغيره تقريبا 900 كيلومتر. اذا منين خطفوه مع ذاك 11 ونص ديال الليل، ما وصلوا به لتما على الاقل باش يوصلوا يضربوا ذاك 900 كيلومتر، خصهم على الاقل 9 ديال السوايع. اذا وصلوا به مع ذاك جوايه نفرضوا 8 الصباح، 8 الصباح 9 ديال الصباح، لانه خرجوا مع ذاك 12 تقريبا 11 ونص، على الاقل 8 9 السوايع نفرضوا ما وصلوا مع ذاك 8 ديال الصباح. اذا من وصلوا ذاك الناحيه هذوك كانوا تمايا وهذه راه عصابه، ما نهضر لكمش عليها بعدا، هذه عصابه، والاغلب منهم هذوك اللي كيديو يعني كيجيبوا الحشيش ويهربوا الحشيش من على برا، كيدخلوه لاسبانيا، كيدخلوه على من البحر، ومن ذاك البحر كيشدوا واحد الواد اللي سميتو واد الكبير، واد الكبير كيدوزو تما، وملي كيدخلوا ذاك الواد الكبير كاين حداه على الجنب ديال ذاك الواد كاين واحد الفيلات، وهذو الاغلبيه ذاك الفيلات هما ديال صحاب ترافيكانتيز، الاغلبيه ديال يعني ديال الحشيش وداك الشيء. اذا ملي كيدخلوا بداك يعني بداك الفلوكات ديالهم اللي هي سريعه بزاف، ملي كيدخل ذاك الواد الكبير كيبقاو طالعين معاه ودايرين الدخله بحال شي كراج، كل فيلا عندها الدخله ديريكتومون من الواد تدخل حتى للدار الفيلا بحال الكراج، فهمتي؟ اذا ملي كتجي ذاك اللانشا ديريكتومون كتدخل ديريكتومون لذاك الفيلا. اذا هما كانوا دايرين مع وحدين باش ملي كيجيو كيخويو غادي يديروه هو تما ويديوه حتى لواحد ويدخلوا به، يهبطوا بهم ذاك الواد ويدخلوا للبحر، ومن يوصلوا يعني المياه الدوليه يعني غادي يعطيوه لواحد الباخره اللي كتسناهم تمايا ديال الجزائر باش تديه للجزائر. هذا هو المفعول اللي كانوا غايديروا له. اذا من حد السوء ديالهم ومن حد السوء ديال هشام عبود، ومن السوء الحد ديالهم لا غوارديا سيفيل اللي هما داير بحال الجدارميه يعني في المغرب عندنا هنا عندهم الغوارديا سيفيل.
كانوا ديما بعض المرات كيراقبوا ذاك الواد اللي كيعرفوا بالله هذاك تما ملي كيدخلوا المهربين الحشيش ومن تما هذا. اذا كانوا ملاحظين وشافوا 3 ديال الطوموبيلات ديال ربع الدفع ديال كات كات، راه 3 ديال الطوموبيلات ديال الكات كات. اذا هما كيعرفوا ملي كتكون داك كات كات اذا اش كيكون ملي كتجي داك القاربه كيخوف فيها داك الحشيش في الكات كات وكتمشي كيمشيو عامرين داك لي كات كات. ومثلا هما الكوارديا سيفيل كيحداو داك الشيء ملي كيشوفوا هذاك كيعسوا عليهم. اذا من الحسن ديال يعني ديال الزهر ديال هشام عبود، هادو الكوارديا سيفيل كانوا شافوا ذاك 3 ديال الطوموبيلات ديال رابع الدفع يعني ديال لي كات كات، وكانوا باغيين يتداخلوا باش يعني يشدوا هذوك صحاب المهربين ديال الحشيش ماشي على هشام عبود، فهمتي؟ اذا العصابه اللي دات هشام عبود كانوا ذاك يعني ذاك الفلوكه اللي دخلت الحشيش غتخوي ذاك الحشيش ويديروا هشام عبود في ذاك الفلوكه ويردوه للبحر باش يعطيوه قلت لك لواحد السفينه اللي كتسناه باش تديه للجزائر. اذا دخلوا هذوك الكوارديا سيفيليس، هربوا هذوك يعني البزنازه هربوا وشدوا منهم ذاك الجوج اللي كان فيهم. الثالث هو كان هشام عبود اللي كانوا رابطينه من يدهم من اللور، كانوا رابطينه كيتسناو يخوه هذيك يعني هذيك الفلوكه باش يركبوه فيها وهذا. اذا شدوا ذاك الجوج اللي كانوا شادينه، هما 4 نورمالميتي، 2 منهم هربوا. اذا ملي شدوه قال لهم اودي انا راه شنو وقع لي وشنو وقع لي، راني مختطف من برشلونه، راه اختطفوني باش غادي عاود لهم الامر. المهم الموسوس ديال هنا ديال برشلونه كانوا باقيين، قال لك حتى شي واحد ما كانش واحد الدعوه عند في الكوميساريه باه بالله كاين شي واحد اللي مختطف ولا تلف ولا ما كاينش. اذا اول واحد اللي حط يعني دعوه ضد هذا هي الماك، هما اللي داروا ذاك. المهم في الاخر ما ضربوه ما والو، هو بالصحه جيده. والافلام بزاف كيعاودوا عليه بلا ضربوه ولا هذا، راه ما ضربوه ما والو. وطاح له واحد التليفون اللي لقاوه الموصوص البوليس ديال كاتالونيا ملي كانوا يعني باغيين يركبوه بجوج، راه طاح له واحد التليفون اللي جدوه البوليس ديال هنا ديال كاتالونيا ذاك التليفون. والتليفونات الاخرين الله اعلم فين واش داوهم ولا هذا. المهم هذه الحقيقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.